السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم البنات ان شاء الله غادي نشارك معكم الحلوى ديال الجنجلان، كتجي لذيذه بزاف وهشيشه. المهم البنات، انا عندي هنايا جوج كيسان ديال الجنجلان، عندي كاس ديال الزبده، الكاس ديال الزيت، الكاس ديال السكر كلاصي، جوج بيضات، عندي هنايا القرفه، عندي هنايا جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلويات ديال 8 غرام، واحد الساشي ديال الفاني، الدقيق على حسب الخليط. هاد الحلوى البنات كنت سبق ليا شاركتها في القناه ديالي الثانيه بالريفيه، واليوم ان شاء الله قلت نشاركها معكم بالعربيه بالنسبه للناس اللي ما كيفهموش الريفيه. انا هنايا درت جوج بيضات وغادي نزيد عليهم داك الساشي ديال الفاني، داك الكاس ديال السكر. انا العبار اللي كنعبر هنايا الكاس ديال العنبه. صراحه هاد الحلوى البنات راه كتجي زوينه بزاف، غادي ديروها اول مره وغتبقاو دائما ديروها. انا كنصاوبها عاود كتسال، عاود كنرجع عاود نصاوبها مره اخرى. بالنسبه للبنات اللي ما كيفهموش العربيه، راه عندي هذا الفيديو بالريفية في القناة الخاصة ديال الحلويات المغربية. ان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في اول التعليق. انا هنايا درت كاس ديال الزيت، وغادي نزيد كاس ديال الزبدة، غادي ندير ملعقة صغيرة ديال القرفة، في هذا الفيديو البنات راه شاركت معكم جميع التفاصيل ديال هاد الحلوى من الاول حتى الاخير. غادي نديرو جوج كيسان ديال الجنجلان. انا الجنجلان هنايا غسلته ونقيته وحمرته شويه، ما حمرتوش بزاف، المهم غير شويه حيت غيرجع عاود يزيد يطيب. هنايا البنات الدقيق غادي نعبر معكم بالكاس، الكاس ديال العنبه. وغادي نزيد الخميره ديال الحلويات، جوج ساشيات ديال 8 غرام. وان شاء الله البنات تشجعوني باللايك، واللي ما اشتركتش في القناه ديالي اشترك في القناه باش دائما ان شاء الله تشجعوني، باش نبقى دائما نحط الجديد. هنايا الدقيقه البنات كنزيد شويه بشويه على حسب الخليط. دابا درت 4 الكيسان ديال الدقيق.
المهم البنات أخدت ليا هنايا 5 ديال الكيسان ديال الدقيق، وزدت غير شوية من الكاس الآخر. ها شحال بقى ليا من الكاس الآخر البنات، غير شوية زدت منه غير شوية وصافي. صافي هنايا كنقسمها على جوج، النص آخر غادي نديروه في بلاستيكة، والآخر غادي نخدم به. غادي نرش شوية ديال الدقيق على سطح العمل، وغادي نسرح العجينة. هنايا ما كنستعنش بالميدله، كنسرح غير بيديا حيت العجينه دغيا كتسرح معانا. هنايا البنات غادي نقطع بهاد الكاس، نتوما ديروا اي كاس عندكم. صافي كتجي بحال هكا، ما تجيش رقيقه بزاف، ونفس الوقت ما تجيش فيها العرض بزاف. صافي البنات كنقطعهم هكا على شكل هلال، وكنستفهم بالصينيه ديال الفران. صافي غندخلوها الفران طيب، غنقصوا النار، نشعلو من التحت و حتى تحمر شويه، عاد نشعلوه من الفوق. هنايا البنات خرجتها من الفران، ها كيفاش كيجي الشكل ديالها. بالنسبه للتزيين كنزينو هكا بسكر كلاصي اولا سكر ثقيل. كنزينوها وهي سخونه، باش داك السكر كلاصي يلصق عليها ما يتحيدش. وهنايا ملي درنا السكر كلاصي غادي نديرو غير الخطوط من الفوق ديال القرفه. هاد الطريقة ديال التزيين راها معروفة عندنا، كنديرو هكا البسطيلة، السفة، مهم معروفة عندنا. مهم البنات إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناة، وإن شاء الله باش دائما إن شاء الله غادي نبقى نشارك معكم إن شاء الله الجديد. وصراحة راه كتجي إلا جربتوها ما غاديش تندموا، راه كتجي لذيذة وكتجي هشة وكتفرتت، كتجي زوينة بزاف.
في هذا الفيديو البنات راه شاركت معكم جميع المراحل ديالها، من الاول حتى للتزيين، يعني كل شيء. وحتى هكا كنحيدها من الصينيه ديال الفران. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها. ها شوفوا البنات كيفاش كتجي لداخل، راه كتجي هكا هشيشه كتذوب. صافي البنات ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو جديد ان شاء الله.